Nature's Botox. Look at the lines disappearing on my forehead. See the lines on this side. هل انتي نفسك تعملي بوتوكس؟ طبعا. طب هل انتي معاكي فلوس البوتوكس؟ لا طبعا. تعالي بقى عشان جبتلك البوتوكس بتاع الطبيعه. الست دي بتقول انها بتستخدم الزيت ده علشان يشيلها التجاعيد. هو فعلا بيحسن جدا من الخطوط التعبيريه وبيدي للبشره شد ونضاره. فرانكنسنس اويل او زيت لبان الذكر. طب نجيبه منين؟ المكان الوحيد اللي انا بثق فيه when it comes to oils هو بيت الزيت، وهو ده يا جماعه زيت لبان الذكر. انسب وقت ان احنا نستخدم زيت لبان الذكر او اي زيوت عامه بالذات للناس اللي بشرتها دهنيه هو الشتاء. ابدأي فيه دلوقتي، دخليه السكين كير روتين بتاعك. حطي الكريم الليلي بتاعك، حطي نقطتين 3 منه، اخلطي الكريم الليلي ووزعيه على وشك، واستخدمي بقى جواشا، استخدمي بقى الهاند مساج، هتلاقي ريزلت خطير. السحر او البوتوكس الحلال، تحطي نقطه كده على شويه كريم لان هو لازم يتخفف، غير ريحته اصلا هو بيستخدم في العطور كمان. ابداوا استخدموه، ومش بس على وشكم يا جماعه، انتوا تقدروا تحطوه على شعركم، على جسمكم. انا اوريدي ابتديت استخدمه اصلا وام سينج ريزلتس في النضاره بتاعه البشره. حلو جدا في علاج الحبوب. ابداي استخدمي زيت لبان الذكر، وطبعا هاتيه من بيت الزيت.